شحتنا ورحتنا. اول حاجه السلام عليكم. اللي بغيت نبارك لكم هو قبول ملف الحنه المغربي بقفطان النطع الفاسي. سمعتها ولا مازال؟ قفطان النطع الفاسي في الصوره ديال الحنه المغربيه. ومن هنا كنوجه واحد الشكر خاص للمؤثرات المغربيات اللي لعبوا واحد الدور كبير وكبير بزاف، مع ان البعض فقط كيتهم هاد المؤثرين بالاسترزاق وبزرع الفتنه، مع ان البعض ما عنده حتى شي علاقه بهادشي. كنشكر المؤثره فاتين اللي كاينه في باغي، اللي هي صورت هذا الفيديو واللي جات صورته في شهر 8 في الحراره، وجابت النقافه وقفطان النطع ودارت طقوس الحنه. من بعد ما كانت واحد الصوره راه تسحبات، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهذه الصوره هذه خدموا عليها في شهر 8. وكان الشكر كذلك كنوجه شكر خاص للمؤثره ايمان حازبي اللي هي كتبت الوصف ديال هذه الصوره، وهي في الاخير هي اللي وصلت لليونسكو بكل التفاصيل اللي خصها تكون، منتاج وخيط الريح والمضمه وقفطان النطع وكل الاكسسوارات اللي كتكون مع الحنه، مع العروسه يوم الحنه. كما كتشوفوا هذه هي الصوره التي تم قبولها من طرف اليونسكو بالنسبه للمغرب. وبطبيعه الحال اللي كيقول ان ملف الحنه مشترك، الحنه هي واحد العاده اللي كاينه عند جميع الشعوب من الهند الى الصين، ولكن ماشي بنفس الطقوس، كل بلاد الطقوس ديالها. وهذه اللي كتشوفوا في الصوره هي طقوس ديال المملكه المغربيه. Omán, Estado de Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Sudán, Túnez y Yemen. El elemento se plasma a través de los artes, rituales, ceremonias y prácticas sociales en todos los estados proponentes. Los rituales de Henna. De decisión 19,7B15 propongo que lo adoptemos en su conjunto. Adoptado. بالنسبه اللي كيسول على الجديد ديال ملف الكراغيله، اللي بغى يعرف الجديد يكتب هذا الشيء اللي كتشوفوه هنا كما هو حرفيا في جوجل وغادي تشوف الجديد. نقول لك انا الجديد دخلت قبل منك. اشنو عندهم؟ دايرين القندوره والملحفه، واخا حتى ديك القندوره راه مراكشيه والملحفه راه ماشي غير مقتصره عليهم، راه كاينه في السودان وكاينه في موريتانيا وكاينه كلشي كيلبس الملحفه. ولكن نهضروا حنا اللي كيهمنا بشكل اكبر واكثر اللي هو موضوع القفطان. ما كاينش في الملف ديالهم، ما كاينش قفطان النطع، ما كاينش قفطان النطع، ما كاينش في الملف ديالهم. اسمحوا لي أن أعبر لكم باسم الجزائر عن عميق امتناني للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لمصادقتها على تسجيل ملف الجزائر المعنون الزيد الاحتفالي النسوي للشرق الجزائري الكبير، معارف ومهارات خياطة وصناعة حلي التزيين القندورة والمحفة على القائمة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية. اسمحوا لي. Argelia. El traje ceremonial femenino en la región oriental de Argelia. Conocimientos asociados con la confección y la ornamentación de la gandoura o la melefa. El órgano evaluador tiene la palabra para presentarnos este elemento. لكن كاين واحد المساله بخصوص ملف الحنه ديالهم، كانوا غادي يدخلوا فيه القفطان، ولكن واحد المسؤول رفيع المستوى مغربي عرف التدليس ديالهم، ولذلك تمت اعاده النظر في ملفهم. علاش ما اعلنوش؟ قدهم ما غادي يعلنوا حتى يتم النظر فيه. وكما كتعرف المدلس كيبقى مدلس. اجي معايا شوفوا هذا الفيديو هذا، غادي تشوفوا هذا هو الصوره اللي كيتباهوا بها الكراغيله دائما. كيقول لك شوف هذا راه ممثل جزائري لابس هذا القفطان هذا. واجي تشوفوا تسمع على ودنك، تسمع بانه راه كان في المغرب. وحنا كما كتعرفوا المغاربه اللي جا عندنا كنلبسوا القفطان، كاع الممثلين كاع الملوك اللي جاو عندنا من الملكه اليزابيث لبسنا القفطان، من ام كلثوم لبسنا القفطان، اللي جا عندنا كنلبسوا القفطان، وتا هو جا عندنا لبس القفطان، ولكن كيتباهوا به على اساس انه لباس ديالهم. وعارضة الازياء والمغنية والممثلة الامريكية نادية كاسيني بالقفطان النطع الفاسي المغربي، وفي نفس الصورة يتواجد المخرج الجزائري لخضر حمينة بجلابة مغربية. المصادر في الصور من بينها مجلة لايف على غلاف المجلة موروكو كفتن، أصدار 25 من سبتمبر 1970.
وبالنسبة للمخرج الجزائري كان يرتدي جلابة مغربية لأنه لم يجد لباس تقليدي يرتديه في بلاده، لهذا استعان باللباس التقليدي المغربي. ايوا سيدي صدق او لا تصدق، من غير القصيده ديال بنت السلطان حتى هي بنت بلادي حتى هي سرقوها هي، وقال لك هو اللي كتبها وكيحك في راسو مع التدليس والكذب، كيحك في راسو منين طرح عليه السؤال قال لي واش كتبتيها. حنا يد اللي عرفنا فريكلان سراق وحتى هذا سراق، راه كلهم سراقين. اجي نشوفوا الاغنيه ديال يا بنت بلادي وهي تتكرغل. من شابة ومزيانة قرية وفنانة، شابة ومزيانة يا بنت بلادي. برافو سليم، نشكرك على هذا. هذه نهديها كاع لبنات بلادي. اكيد بنات الجيري كامل، بنات بلادك وبنات بلادنا ايضا تكون عجبتهم بزاف هذه الاغنيه اللي موجهه خصيصا له. وقتاش كتبت هذه الاغنيه؟ غنيتها صافي لونطوم اللي سجلتها مع امين دهان، هذه في 2012. ما لقيتش صعوبه في تاديتها في لا، البدايه او في تلحينها؟ أغنية كما يقولوا شاعت وعاشت، أغنية رائعة يعني. أكيد. وهذا النوع ربما من الأغاني لما يكون فنان يحسن الأداء تاعو كما شفنا. واش رأيك أزينو؟ قبل ما نختم هذا الفيديو بغيت نوجه رساله لدوك صحاب طوا كيقولوا لي غادي نسحبوا الاشتراك ديالنا لان كي كتهضري على الفتنه والاسترزاق. بغيت نقول لك سير دخل سوق راسك وسير دخل سوق مخك، وهذاك الاشتراك ديالك لغيه. وانا ما محتاجاش الاسترزاق لان الحمد لله قريت في بلادي وتعلمت في بلادي وخدمت في بلادي، مستوره بالرزق ديالي الحمد لله. ما محتاجاش لديك كبيسو ديالكم وما محتاجاش لداك اشتراك ولا ابوني ديال. داخله هنا من اجل هدف واللي هو الدفاع على بلادي ومقدساتي وتراثي هويتي، وفضح الاكاذيب اللي تقذف المحصنات ديال المغرب، وفضح يعني المرتزقه اللي كيهضروا في مواضيع اللي ما لهم بها حتى شي علاقه. حنا بعدا لا هضرنا في التاريخ، راه حنا تخصص تاريخ، تخصص ديال التاريخ وجغرافيا وقرينا عليها سنوات، عاد كنجيو كنتكلموا عليها. وحتى ديت المهمه ديالي وساليت شغلي، وفي الوقت اللي كيمشيو حتى الناس يتغداو وانا كنجلس هنا كنجيب معايا وكندير فيديو اللي كنديرو يعني بواحد الشكل اعتباطي بدون اي تحضير مسبق، ولكن الحمد لله العلم في الراس ماشي في الكراس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.